السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غيابها لسنين طويلة حنان ترك تروج لمسلسلها الجديد. لايك ومتابعة عشان يوصلكوا كل جديد. الفنانة المصرية المعتزلة الجميلة حنان ترك قالت تفاصيل عن مسلسلها اللي جاي واللي هترجع بيه للجمهور بعد غياب سنين. المسلسل اللي هتقدمه رغم انها معتزلة، وقدمت ترويج للمسلسل ده. المسلسل ده عبارة عن مسلسل رسوم متحركة بينتمي لسلسلة المسلسلات الدينية اللي قدمتها من سنة 2016 بعنوان صدق رسول الله. بتتناول المرة دي السيرة الذاتية للإمام البخاري. حنان روجت للمسلسل خلال الساعات اللي فاتت على انستجرام ونشرت ملصق دعائي وعلقت عليه وقالت بفضل الله مسلسل صدق رسول الله، وتتعاون فيه مع الكاتب فدائي الشندويلي والمخرج مصطفى الفرماوي. عدد كبير من متابعين النجمة رحبوا بعودتها ومشاهدين باختيارها للأعمال الدينية التعليمية اللي بتظهر خلالها، حتى لو كان صوتها بس، وطالبوها بأنها ترجع للتمثيل مرة تانية وتلتزم بتقديم أدوار وشخصيات هادفة. إعلان مسلسل حنان ترك جه بعد ساعات من تصريحات خالد يوسف عنها، اللي أكد في مقابلة تلفزيونية أن اعتزالها التمثيل ده خسارة كبيرة جدا لمصر، وقال إن حاول يتواصل معاها ويقنعها أنها ترجع عن قرارها، لكن هي رفضت وإنها حالة ميؤوس منها. والسلام عليكم ورحمة الله.